فيديو اليوم يا شباب بيتكلم عن الإسهال عند الأغنام أو علاج الإسهال عند الأغنام بأسهل طريقة. هتشوفوا معانا النهاردة في الفيديو الإسهال شكله إيه في أول يوم، وشكله إيه في تاني يوم، وشكله إيه في تالت يوم، وإزاي إن العلاج بتاعنا جاب نتيجة تدريجية بكل سهولة في الأغنام اللي انتوا شايفينها دي يا شباب، الأعمار اللي هي فوق الأربع شهور بكل سهولة. هنوريكم الاسهال في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وازاي النتيجه خفت، وازاي ان احنا عالجنا الاسهال بابسط طريقه. قبل ما نبدا الفيديو، اخوكم ابراهيم بلاط كفر الشيخ سيدي سالم، رقم التليفون 010 62 38 39 50. شكرا جزيلا لكل متابعينا على قناه اليوتيوب بورصه المواشي مع ابو شهد، على قناه اليوتيوب الثانيه اسعار المواشي اليوم كنز الفلاح، على قناه تربيه الاغنام والماعز، على قناه اسعار المواشي اليوم كنز الفلاح على الفيسبوك. شكرا جزيلا لكل متابعينا خارج وداخل مصر. عاملين لكم عرض 10 خرفان، قلنا هنتابعهم من يوم ما ينزلوا، دراسة جدوى عملي من يوم ما الخرفان تنزل لحد ما نطلعها معاكم ان شاء الله. في العيد الكبير هنقعدوا 6 شهور، دي دورة 10 خرفان. قلنا اي حاجة هتقابلنا فيها هنعرفها لكم، وهنعرفكم برضو في الفيديوهات الجاية ازاي تختار خروف التسمين، وايه هو افضل انواع خرفان التسمين. اشتركوا معنا في القناه عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجديده. وفيديو اليوم بيتكلم عن الاسهالات عند الاغنام. هعرض لكم دلوقتي فيديو لليوم الاسهال اول يوم. علاج الاسهال عند الاغنام يا شباب، الاسهال اهو اهو. تابعوا معانا علاج الاسهال عند الاغنام يا شباب، بسم الله ما شاء الله. وبعده الاسهال فيديو تاني عن الاسهال بعد العلاج في من اول يوم، والاسهال بقى عامل ازاي، واليوم الثالث لحد اليوم الرابع اللي احنا فيه النهارده. وكده يبقى احنا عالجنا زي ما وعدناكم يا شباب علاج الاسهال عند الاغنام اليوم الثاني. الشخه ربطت اهي يا شباب خالص اهي اهي اهي. هنشوف حاجه تانية كمان اهي، ربطت برضه ندوس عليه. الاسهال اهي ربطت شويه اهي. اليوم الثالث يا شباب في علاج الاسهال. بعد في اليوم الثالث الاسهال ربط خالص اهو، شايفين عامل ازاي اهو. دي اللي كان عندها اسهال يا شباب، النعجه دي كان هي اللي عندها اسهال. بصوا ربط خالص اهو. اليوم الثالث من العلاج. تابعوا معانا عشان اقول لكم طريقه العلاج بالظبط، طريقه سهله جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم، عشان عايزينكم تنجحوا بنسبه 100%. اي حد مربي اغنام طبعا اللي محتاج غنم زي ده يا شباب، زجوه زي ديت موجود ان شاء الله، اي كميات واي اعداد. لو انت محتاج 100 200 500 1000 50 20 10 2 1 متاح. الغنم الزجوه دي اللي احنا شغالين بيه. وهقول لكم طبعا فوائد الغنم الرحماني الزجو. اللهم صل على النبي. شايفين الغنم عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي. قرن الخروف لسه قد ما شاء الله، ودخل على 40 كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. طبعا يا شباب اهم حاجه نوع الخروف، اهم حاجه نوع العلف اللي انت بتقدمه للخروف. اللهم صل على النبي يا شباب. اللهم صل على النبي. الاسهال خف. هقول لكم بقى احنا عملنا ايه بالظبط في الفيديو بتاع بكره كامل ان شاء الله. تابعوا معانا. ما تنساش تضغط لايك وتشترك معانا في القناه يا شباب. عالجنا الاسهال تماما بكل بساطه يا شباب. طيب كل اللي متابعين دراسه الجدوى 10 خرفان من يوم ما ينزلوا لحد ما يتباعوا، تابعوا معانا وان شاء الله هنطلع لكم الاغنام ديت على الميزان. الاغنام ديت رحماني، بياكلوا اعلاف سر النجاح. كل يوم بيتعلفوا 5 كيلو علف مع كيلو تبن على وجبتين. وجبة الصبح 5 كيلو علف وكيلو تبن، وجبة آخر النهار 5 كيلو علف وكيلو تبن، ومعاهم النعجة دي برضو إن شاء الله هتتذبح. ماشي. فإن شاء الله بإذن الله تابعوا معانا. عرض لكم الفيديو التاني دلوقتي بتاع اليوم التاني من الإسهال، وهنعرفكم العلاج اللي احنا عالجنا بيه. أول حاجة يا شباب، الإسهالات بتيجي نتيجة تلوث في الأكل. تلوث في الأكل. الغنم ديت كانت بتاكل علف وتبن،
فاتعلفوا قشر بنجر، فبدات الغنم يحصل فيها اسهالات. قشر بنجر اللي هو يا شباب اللي هو اللي شكل دي كده اهو، ورق البنجر الناشف او قشر البنجر زي دي اهو. اهو يا شباب دي بنعلف بيه البهايم، مؤاخذة يعني اهوت. دي اللي عمل اسهال للغنم. يبقى كده عرفنا الاسهال جاي من ايه او سبب الاسهال ايه، وبدانا نتعامل معاه باسلوب بسيط جدا. ما اداناش اي حقن، ما عملناش اي حاجه، كل الحكايه عالجنا في الميه بان فلاور. بان فلاور بيطري، بان فلاور بيطري سنت على كل لتر ميه. عملنا جرعه 4 ايام متواصل ليل ونهار، 4 ايام متواصل ليل ونهار، ما فصلناش نهائي. اوعى كده يا بط، تعالى كده، ما فصلناش نهائي يا شباب. الجرعه لمده 4 ايام متواصل، ما فصلناش ولا يوم. 1 سنتي على كل لتر ميه، 1 سنتي على كل لتر ميه. الغنم خفت شكل ما انتم شايفين، والاسهال ربط وما عادش فيه اي اسهالات، والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا صورنا لكم الفيديو اول يوم الاسهال كان عامل ازاي، والنعجه كانت جربت تقطع اكل تماما. وطبعا يا شباب احنا زجينا دولت معاه، اللي ما كانش عندهم اسهال رخرين شربوا معاها من نفس الميه. اللي ما كانش عندهم اسهال شربوا معاها من نفس الميه يا شباب. يبقى طبعا يعني لو غنم عندها اسهال وغنم ما عندهاش، الغنم اللي ما عندهاش اسهال بتحلو اكتر، صحتها بتحلو اكتر، ما بيحصلهاش اي مشاكل. واللي عندها اسهال خفت شكل ما انتم شايفين، وما عادش في اي اسهالات عند الغنم. بسم الله ما شاء الله الاسهال ربط. ادينا حقن؟ لا. الله اعظم العز الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ما ادناش اي حقن، ما عملناش اي حاجه. كل الحكايه زجينا بان فلاور بيطري في الميه 1 سنت على كل لتر. اللتر بتاعه النهارده ب 1000 جنيه يا شباب، اللتر ب 1000 جنيه. رحنا جبنا 100 سنتي ب 100 جنيه، ورحنا زجينا الغنم 1 سنتي على كل لتر ميه لمده 4 ايام متواصل. 4 ايام متواصل. طب هل هينفع بقى ندي فيتامينات واملاح النهارده او بكره؟ لا، هندي ميه نظيفه خالص عاديه، وبعد يومين 3 هنبدا ندي زجوه الف د مع هي سيلينيوم، وزجوه، وفي نص الاسبوع زجوه املاح مع احماض امينيه، وخلاص. وهو العلف وكده وخلاص يا شباب. هنمشي على البرنامج بتاعنا. ما ينفعش بعد الغنم ما يجي لها اسهال تروح تحط لها فيتامينات. الفيتامينات بتعمل اسهالات يا شباب. كلام سليم. يبقى احنا عرفنا سبب الاسهال وعالجناه، وعرفنا عالجناه ازاي، وايه نوع العلاج اللي احنا حطيناه. ما ادناش اي مضادات حيويه حقن، ما عملناش اي حاجه. كل الحكايه حطينا البان فلاور في الميه. البان فلاور ده بيطري، مضاد حيوي بيطري اسمه بان فلاور. زجينا منه 1 سنت على كل لتر ميه لمده 4 ايام متواصل. بقت الميه متواصل 4 ايام، ما فصلناش خالص نهائي. النهارده اليوم الخامس هنسقي ميه نظيفه، وخلاص على كده هنقعد يومين 3 ونبدا ندي للغنم فيتامينات تعوض الاسهالات اللي كانت عندها. طبعا النعجه واحد بس اللي كان عندها، الباقي ما كانش عنده. لو انت وصلت معانا لحد دلوقتي اشترك معانا في القناه وتابع الفيديوهات الجايه بتاعت الغنم دي. ان شاء الله هنطلعهم في العيد الكبير، هنطلع لكم الغنم دي ان شاء الله باذن الله. يعني كان فينا واحد مربي قوي جدا بيقول لي لو انت طلعتهم 60 كيلو يبقى انت راجل عملت اللي عليك وزياده. قلت له ان شاء الله نطلعهم من 75 ل 80 كيلو، وهتبقوا معانا على المباشر. تابعوا معانا، يعني هنشوف المعدل اقوى معدل تحويل فيهم ايه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي ازاي تختار خروف التسمين، هنقول لك صفاته ونوعه، واحسن نوع بيحول لحم، وايه نوع العلف اللي احنا بنستخدمه، وايه نوع التحصينات اللي احنا بنستخدمها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.